مساء الخير. اشتراكك وإعجابك للفيديو هيفرق معنا كتير. ولد أحمد رمزي في محافظة الإسكندرية، وكان والده طبيباً مصرياً هو الدكتور محمود بيومي، ووالدته اسكتلندية هي هيلين ماكاي. درس في مدرسة الأورمان ثم كلية فيكتوريا، وبعدها التحق بكلية الطب ليصبح مثل والده وأخيه الأكبر، ولكنه رسب 3 سنوات متتالية فانتقل إلى كلية التجارة، حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس. ولقد توفي والده سنة 1939 بعد أن خسر ثروته في البورصة، وعملت والدته كمشرفة على طالبات كلية الطب لتربي ولديها بمرتبها، حتى أصبح ابنها الأكبر حسن طبيب عظام على نهج والده. ثم اشتهر أحمد رمزي بعد أن اكتشفت موهبته في السينما والرياضة، ولقد كانت علاقة الصداقة التي تربطه بعمر الشريف الذي كان يهوى السينما هو الآخر من العوامل التي رسخت الفكرة في ذهنه. وفي ليلة عندما كان جالساً في صالة البلياردو كعادته، لمحه المخرج حلمي حليم ولاحظ سلوكه وتعبيراته، فعرض عليه العمل معه في السينما وسعد جداً بذلك. وكانت أول بطولة له في فيلم أيامنا الحلوة عام 1955، والطريف أن البطولة كانت مع صديقه عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ، لينطلق أحمد رمزي بعدها في سماء الفن. ولقد قدم أعمالاً هامة عبر فيها عن مشاعر ومشكلات شباب وجيل العشرينات أصحاب الجسد الممشوق والقوام السليم، حيث كان من هواة الرياضة. وتوالت أدوار وأعمال رمزي التي بلغ عددها 100 فيلم في مدة 20 عاماً هي عمره السينمائي الذي أنهاه أول مرة في منتصف عقد السبعينات بعد انتهائه من تصوير فيلم الأبطال مع فريد شوقي. في منتصف عقد السبعينات كان قرار رمزي بالاعتزال لسبب أنه شعر أن الأوان لم يعد له، مع بروز نجوم شباب مثل نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز، فأثر الابتعاد حتى تظل صورته جميلة في عيون جمهوره الذي اعتاد عليه بصورة معينة. فكان الاعتزال الذي استمر عدة سنوات بعد انشغاله في مشروع تجاري ضخم اعتمد فيه على بناء السفن وبيعها، وهو المشروع الذي استمر يعمل فيه طيلة عقد الثمانينات وحتى بداية عقد التسعينات، حين اندلعت حرب الخليج الثانية، وتأثرت تجارة رمزي إلى الحد الذي بات فيه مديوناً للمصارف بمبالغ ضخمة تم بمقتضاها الحجز على كل ما يملك. وفي منتصف عقد التسعينات كان قرار رمزي بالعودة إلى عالم التمثيل مرة أخرى من خلال عدة أعمال بدأها بفيلم قط الصحراء مع يوسف منصور ونيلي، وفيلم الوردة الحمراء مع يسرى، ومسلسل وجه القمر مع فاتن حمامة. وعندما ظهر في فيلم الوردة الحمراء مع يسرى وإخراج إيناس الدغيدي عام 2001 كان هو الشاب الشقي رغم زحف تجاعيد السنين على ملامحه والصلع على شعره، إلا أنه كما ظهر في فيلم أيامنا الحلوة ظهر في الوردة الحمراء فاتحاً قميصه مستعرضاً قوامه. مواقف صعبة في حياة أحمد رمزي. الأولى: وفاة ابنته نائلة. من أصعب المآسي اللي عاشها أحمد رمزي كانت وفاة ابنته نائلة المصابة بإعاقة ذهنية، واللي كان شديد التعلق بيها. وفاتها كانت صدمة قوية جداً أثرت عليه نفسياً وخلاه يبتعد عن الحياة العامة لفترة طويلة، وأصبح يميل للوحدة والعزلة. ثاني: إصابته بالشلل المؤقت. في مرحلة من حياته أصيب أحمد رمزي بجلطة سببت له شللاً مؤقتاً، لكنه رفض العلاج لفترة بسبب حالته النفسية، وبعد فترة طويلة من العلاج الطبيعي والتأهيل استطاع التعافي جزئياً، لكن التجربة أثرت عليه بشدة وأظهرت له هشاشة الصحة بعد الشباب والنجومية. ثالثاً: انفصاله عن زوجته الأولى. رغم الحب اللي كان بينه وبين زوجته الأولى عطيات الدرملي، إلا إن الخلافات الأسرية أثرت على زواجهما وانتهى بالطلاق، وكان انفصاله عنها من التجارب القاسية في حياته، خصوصاً لأنه كان بيحب الاستقرار. الرابع: تراجع نجوميته واعتزاله. مع تغير الذوق العام وتراجع نوعية الأفلام بدأت شهرة رمزي تتراجع، وقرر يبتعد عن السينما بنفسه. هذا القرار وإن كان نابع من قناعة لكنه كان مؤلماً، خاصة لأنه كان في قمة النجاح في فترة من الفترات. توفي أحمد رمزي عن عمر يناهر 82 سنة على أثر جلطة دماغية شديدة الحدة فور سقوطه الحاد على الأرضية نتيجة اختلال توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي أثناء توجهه للوضوء لصلاة العصر في يوم الجمعة 28 من سبتمبر عام 2012. وقد شيعت جنازته بشكل بسيط في أحد مساجد الساحل الشمالي، ودفن هناك بشكل في غاية البساطة والهدوء بناء على وصيته.